العربية اللي ورايا دي واحدة من أجمل وأشيك العربيات الفرنسية، وهي دي اس 4. أول حاجة العربية لما باجي أبص لها من قدام كده، بعيدا عن الفوانيس الماتريكس ال LED والناب اللي فيها ده، بحس إن الشبكة دي لو مش عليها لوجو دي اس فكنت هفتكر إن دي عربية من شركة أودي. طبعا فيها فوانيس ماتريكس ال LED، والناب اللي فيها ده مع الجريلز الأمامية مديها شكل وطابع هجومي جدا، مش بس شكلا لا كمان في السواقة هتحس بده. والشكل الجمالي اللي قدامنا للموتور ده 1600 سي سي تيربو، بيطلع 215 هورس باور على 300 نيوتن متر مع جير بوكس ايسن 8 نقلات. وبحس ان الدي اس 4 كده دايما بيبقى فيه تناسق للالوان بتاعتها، يعني عندك هنا الجنط اسود مع السقف هنا بيانو بلاك مع المرايات كمان بيانو بلاك، واللون الاساسي للعربيه ابيض. فالالوان بتاعتها خطيره الصراحه. ومن الحاجات الجميله اللي في العربيه دي ان فيها اوكر بوب اوت، فيها فتحة سقف بانوراما زي ما قلت لك هتنفعك جدا في الساحل. من الحاجات اللي بتميز دي اس ان ما بتلاقيش بلاستيك خالص في العربيه بتاعتها، يعني هنا مثلا عندك الكانتارا، الكبوت سوفت تاتش في الكانتارا، حتى البيبان فيها حاجات جلد في سوفت تاتش في الكانتارا، فالبلاستيك شبه معدوم في العربيه دي. والكراسي هنا التصميم بتاعها تحفه جدا، هتلاقيها الكانتارا في جلد، والتطريز اللي فيها ده شكله خطير جدا. بس انا مشكلتي الوحيده معاها ان حسيتها مش مريحه شويه. هتلاقي هنا الستارت انجن، وعندنا شورت كات للشاشه دي. الشاشة فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. ولو تعرف سعر العربية دي تقريبا كام ما تنساش تكتب لي في الكومنتات.